مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سيو سبورت. أعلن رسميا نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. سنعرض لكم في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين تفاصيل عن هذه الصفقة وأول تعليق وتصريح من رونالدو فور انضمامه إلى النصر السعودي. لكن قبل البداية نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم. فبعد أسابيع من التفاوض بين نادي النصر السعودي ورونالدو، أعلن رسميا نادي النصر السعودي تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف سيلعب فيها رونالدو في الدوري السعودي لنادي النصر. وسيصبح رونالدو بهذا العقد أعلى لاعب في التاريخ تقاضيا للأجر، فسيتقاضى رونالدو في الموسم الواحد 200 مليون يورو. وبعد إتمام رونالدو تعاقده مع نادي النصر السعودي، صرح في أول تصريح له: إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جيد في دولة مختلفة. الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات. وبعد هذا التعاقد التاريخي، صرح رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بعد هذه الصفقة التاريخية قائلا: هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في نادي النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة. وسبب انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي إلى إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح خبر انتقال رونالدو إلى نادي النصر الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لهذه الصفقة، من ناحية ختام رونالدو لمسيرته في نادي النصر وفي الدوريات العربية. وإلى هنا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذا الفيديو، وقبل الختام نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم.